وانا مدرب اللي موالف بالتحديات، والتحدي تاعي جامي نغيره، والهدف تاعي جامي يتغير، وباذن الله تعالى نروحوا للمونديال. هذا الوعد اللي نمدو للشعب الجزائري باذن الله تعالى نروح واني نوزن مليح كلامي، مانيش نهضر في الهواء. فوالا ان شاء الله بربي. انا نطرح عليك سؤال جاوبني في ظرف لا يتعدى 30 ثانية، لانه عندنا مواضيع اخرى. سمعت انك تعرضت لوعكة صحية، دخلت للمستشفى. ما كان السبب والمشكل ايضا؟ أمين، أعطيني صور لمباراة المنتخب الوطني الجزائري أقل من 17 سنة أمام المنتخب المغربي. ربما أخطاء تحكيمية كانت ربما سبب مباشر في تلك المباراة. أعطيني نجيب صور من فضلك، صور ركلة الجزاء والهدف الأول والثاني. في انتظار تجهيز الصور، ماذا حدث بالضبط في تلك المباراة؟ كانت باينه سبحان الله. انت هذا اربيتر ليبيا، انت يعطي يعني بون سي فري كو بين المباراه لاباس مقبول. صرا خطا مدافع تاعنا دار خطا، تلقينا هدف، ولكن جات لنا ضربه جزاء حقيقيه بالفار وما تسيفلاتش. سي با نورمال بالفار. دوك تشوفوا اللقطه ناصر تقدر تشوف. اعطينا انا واش حيرني، اعطينا اللقطه. انا اللي حيرني هذاك الوقت هذه لقطه ركله الجزاء. نعم، انا حيرني هذاك الوقت. كاين بعض المحللين اللي ضربت المحللين ما تكلموش على اللقطه هذه، ما تكلموش على اللقطه هذه. تاوعنا هنايا في الجزائر ما تكلموش على اللقطه هذه. دوك تعاود تشوف اللقطه، يعني ما ضربه حاشا جزاء ماشي غير شرعي. انا تلمو كنت كونفيون في البوندوتوش، قلت لهم جماعه دوك يسيف ليها، دوك كاين الفار. ما لعبش الكره، لعب ما لعبش. قلت ما تقلقوش، كما كاين الفار دوك يعطينا البينالتي. يا نقطه تحول تكون منهزم الهدف لصفر. سيتي ا 3 مينوت، سيتي ا 3 مينوت، ا 3 مينوت دو لا ميطون. لا هنا لاتاكون يلا بري الدوسي على يلا بري سور الدفاع. هذه لقطه الهدف الثاني للمنتخب المغربي. شوفوا الدوزيام بيت تاع المروك يا جماعه، شوفوا الدوزيام بيت تاع الجيران تاعنا. ان تاكل بار ديريير نورمالمون كارطون روج، خلى لاكسيون تمشي لاكسيون. حنا حبسنا مام الجول تاعنا الى رياجي، قال له يفو ريفينير على فوت. يا جماعه ا 2-0 دون اني حكم المباراه من ليبيا، من ليبيا الشقيقه. شوف انه ولا المهم شوف احنا لا بالنا بلي كاين كواليس. كان هناك تواطؤ بيان سور، انا ليا كاين تواطؤ 100%. تشوف الاخطاء، تشوف الاخطاء كيما هادو ماشي غير تواطؤ. انت كي تشوف نتايا في البيرو اكزيكتيف، في البيرو اكزيكتيف شكون طلع؟ هاي اللقطه. يعني يكولس لك في المطبخ تاعك، في المطبخ تاعك. وانا واش حيرني واش مور بعض اللقاء. انا ما نعرفش، سوي با ان اربيت يا خويا. اخصائيين يحللوا هاد اللقطات. انا سمعت ولا شافوا باللي لا، الا الناس كانت تنتظر في اخفاق تاع رزق هذيك ما يهضروش عليها. لا، الا كانت تنتظر اكيد ان اشياء مثل هذه تخفى. لا سي سير. الى الفكره بصفه عامه هو لازم اخفاء، لكن من جهه اخرى اخفاق المنتخب الجزائري والجزائر. بارك الله فيك. رزق رمان. انا كان اوني با داكور في هذا الامر هذا. بارك الله فيك ناصر. دوك انا واش حيرني باسكو كيما صرا المنتخب الف تاعنا، حكايه قاسامه ولاو يرددوها سنه من بعد مازال. حنا هنايا الاربيت ذبحنا. كاين اعلامي اللي يهضر عليها ولا زوج اللي يهضروا عليها، مختصين في الطرب في الاربيتراج، ما تكلموش ما على هذا الشيء. هناك معلومات حول التواطؤ ضد زفيزف وضد المنتخب الوطني وضد الاتحادية. ضد الجزائر. هي استنتاجات ام معلومات؟ انا ما استنتاج، هذا استنتاج ماشي معلومات. انا واش استنتج انا مور هذا الشيء؟ مام حنا لي ريسبونسابل تاعنا ما قالوا ولا كلمه، ما هضروا ولا كلمه. يعني حب يقول كانوا يوجدوا في لي زيليكسيون تاع البيرو اكزيكتيف تاع لاكاف. حنايا الجزائر الدوله تاعنا عطات كل الامكانيات باش ننجحوا زوج دورات كبيره في الجزائر. ماذا عن دور المكتب الفيدرالي حينها؟ صراحه تكلمت معهم ولا ما داروش ميم با اون لاتر، ميم با ورقه احتجاجيه على الطاقم التحكيمي، رغم ان الفار كان موجود. هل ترى ان الحسابات الضيقه ربما لبعض الاشخاص كانت تصفى على مستوى الاتحاديه او بالاحرى على ظهر المنتخب؟ لا، لما نرى تسلسل على واش هو يحكي، تسلسل الاحداث هذه. انا قلت لك انا تقول انت هل حقيقه فيه ناس ولا اللي يشتغلوا في الاتحاديه ولا في محيط كره القدم يخموا بهذا
الطريقه هذه انه اخفاق منتخب او اخفاق مدرب او ناخب هكذا او شخص. نحن نتكلموا على الشخص اليوم، هذه ما كاش في كره القدم، هذه في الرياضه بصفه عامه في كره القدم. لان تو ريبريزونت ان بيي كي الجيري. انايا لازم لا اليوم نتكلموا حتى الناخب الوطني اليوم بالماضي لازم نقولوا الناس لازم نديروه في ظروف احسن ظروف، لان جايه لازم بيان سور لازم تحمي. انت شفت الاعلام تاع اي بلد لا قبل منافسه، انا جامي شفت غير هنايا وين طيح على المدرب ولا الناخب الوطني قبل المنافسه. تقول يعني تصفيه الحسابات مع الاشخاص على حساب الاتحاديه والمنتخب. وصحح لك يا عماد على حساب الجزائر يا عماد. لا على حساب الاتحاديه. بعد كل هذا على حساب الجزائر، هذا اكيد ومؤكد. شوف في نهايه المطاف درابو الجزائر في الكوب دي موند. في نهايه المطاف المنتخب الوطني أقل من 17 سنة أقصي ولم يذهب إلى المونديال، ورزق رمان ذهب إلى بيته. من الذي دفع الفاتورة كاش؟ هو المنتخب الوطني. ماذا يمثل هذا المنتخب؟ يمثل هذه الراية التي سقط من أجلها ومن أجل تحريرها أكثر من 10 ملايين شهيد وليس مليون ونصف على مدار 130 سنة. في نهاية المطاف هؤلاء مثل ما قال رزق رمان في الحصة الماضية عملاء لمن؟ عملاء لمنافسي الخضر ولخصوم الخضر ولأعداء هذا الوطن. في نهاية المطاف أنت إذا أردت رأس رزق رمان أنت تريد رأس الجزائر في نهاية المطاف، لأن هذا ناخب وطني تماما مثل ما يحدث مع الناخب الوطني للمنتخب الأول جمال بالماضي. في نهاية المطاف هذه الدورة أقيمت هنا في الجزائر، ويعني شاهدنا ما شاهدناه مع هذا الحكم، وشاهدنا أيضا في مباراة الكاميرون ماذا حدث على الأراضي الجزائرية مع قصامة. يعني لندق نقوس الخطر إلى أين نحن ذاهبون بهذه الممارسات. هل هناك تلاعب بنتائج الرهان المغناطيسي؟ وي من قبل ما نقدرش نقول تلاعب، ولكن أنا كي نشوف عدم احترافية في العمل مثلا. انا كي نشوف لاعبين تاع الجيران في الموا دأكتوبر داروا لي رام دي بواني 3 لاعبين جراد 5، وحنا بعض اللاعبين تاعنا كانوا جراد 5. يا في لا لوجيك يقول لك شهر من بعد ماكسيموم شهرين يولوا جراد 6 ما يخرجوا من المنافسه. لا 8 موا ابري ولاو للمنافسه الافريقيه وزادوا راحوا يلعبوا كاس العالم. دوك المشكل وراه نقول لكم وراه المشكل في لا ليكتور تاع لي زياره. وفي المنتخبات الاخرى رزقي انا عطيتك لك زوج مثال تاع الجيران تاعنا 3 لاعبين تلعبوا كاس العالم. 3 لاعبين ماشي نقول باللي مدرحين، راني نقول باللي 3 لاعبين داروا لهم في اكتوبر في نفس المركز تاع بليده، باسكو لازم يلعبوا تورنوا اون خرجوا جراد 5. هذوك 3 لاعبين عاودوا ولاو في افريل 2020 ما تسمى 8 موا ابري نورمالمون 2 موا نورمالمون يخرج لاعب من المنتخب المغربي سجل علينا ثنائيه 3 عاودوا ولا وزادوا راحوا لكاس العالم. حب يقول القراءة تاع الرنين المغناطيسي، ما نقولش الرنين المغناطيسي ماشي مليح، القراءة تاعو ما كانتش احترافية. كنت قادر دير كونتر اكسبرتيز في جهة واحدة أخرى، باسكو كانت عندنا منافسة مهمة رغم أنا حثيت على هذا الشيء، وهذا الشيء ما صراليش غير ليا، صراو ميم الزملاء تاعي عندها سنوات وسنوات. تعرف هذاك الوقت من صاحب انا في بلاصتك لا ما صربوش نغامر بها ماشي نغامر باسكو نقول لك علاش باسكو القانون اللي على كاف من صاحب المشكل يدور حول المركز المتواجد فيه بليده. من صاحب هذا المركز؟ ما نعرفوش انا صاحب المركز هذا، انا نعرف لا قال لك لاكاف لا باسكو لا كوميسيون ميديكال تاعنا اللي كان يترأسها السيد دامارجي الى بروبوزي ان سونتر تاع بليده برك. يعني نورمالمون ماش تبروجي تاع بليده، حنا بيسك هذاك تاع بليده او خرج لنا دي جوار، علاش ما تبروبوزيش تاع ياكا تاع اكزومبل انا صوت ديماجري ما نجبدش الاسم صوت ديماجري اللي بيسك درنا بحوث فيهم وخرجوا لاعبين يقدروا يلعبوا. الاختيارات المشاكل تاع المباريات الوديه تكلمت على كل صغيره وكبيره، باسكو علاش انا دوك نقول للناس دوكا يقولوا بلي كيفاش حنا دوكا باش نهضر. انا وهضرت من قبل، دوكا علاش هضرت؟ قلت علاش هضرت دوكا؟ باسكو يقول لك ان الله يمهل ولا يهمل، او الحق لك الوقت تاع ان الله يهمل، الحق وين لازم الناس هادو تعرفهم. علاش؟ الناس وزاد مردني كي شفت كاس العالم
ما قليش شغل زدت هي سي نورمال كي باسكو كاس العالم عندها تقول مانيش عندها اسبوع ملي خلصت رزق رمان لازم نكشف الحقائق. شيخ رزقي هضر كلمه فريد مقبلت على التورنوا تاع اونطاليا قبل دورة انطاليا ما تحرك ولا شخص من الاتحادية؟ والو. شوف لو عملت الاتحادية عملها حين في ذلك الوقت لما شارك لاعب المنتخب المغربي وسجل عليك ثنائية. شوف الله يا عماد نقول لك واحد مانيش نقول لك باللي زوروا في العمر، ممكن يكون خطأ في التقدير هنا في الجزائر باسكو الاطباء انت التقرير انت رفعت التقرير في هذا التقرير. طيب الحكم الاول في هذه المساله هو رئيس الفيدراليه غير التقرير خويا. طيب كيف نقول يا رزقي كيف نقول بان رئيس الفيدراليه لا يتحمل اي جزء من هذه المسؤوليات والتقارير ترفع الى الحكم الاول اللي هو رئيس الفيدراليه؟ ما كانش يلحقوا له باسكو كان تحبس بالك في الاداره، باسكو حنا لازم نرسلوا لماذا كي نرسلوا عندك اداره عندك اون فوايارشيك تمد للدي تي ان يبعث الاداره المسؤول الاداره في الاتحاد، ممكن ما كانش يلحقوا. انا نطرح عليك سؤال جاوبني في ظرف لا يتعدى 30 ثانيه لانه عندنا مواضيع اخرى. سمعت انك تعرضت لوعكه صحيه دخلت للمستشفى. ما كان السبب والمشكل ايضا؟ يا باعك مازال ما خرجت من الفيسير، خرجت هضره باللي ضربت لي جوار وقال لك هذا بعد صفحات التواصل الاجتماعي مع واحد الصفحات اللي دارير بعض اعضاء المكتب الفيدرالي، وانا ماذا بيا مصطفى مع عضو من المكتب الفيدرالي عنده علاقه مع قال لك لا لازم يتنحى رمان، هذا ماشي مربي ونديروا مطمور في بلاصتو ونديروا كريم مزيان. هذو زملاء نحترمهم بكل احترام. لا شهر قبل لا الاحترام لازم بصح لكن كاين دي جون بلاص ما نقدرش نتكلم عليها. شهر قبل المنافسات بدا دير هذا الدبدبه للفريق الوطني، شهر نحيوه هذا ماشي مربي. سبحان الله انا 25 سنه خدمه مع لي كاتيجوري جا نروح نضرب انا جوار زقيت عليهم ومن حقي نزعف ومن حقي نعاتب اللاعبين تاعي. لا فريد داوني سبيطار الزملاء تاعي كاين نقدر الزملاء تاعي داوني سبيطار بارني تجوزت هذيك الليله ديسيدي ما زدتش نولي. دونك سبت روحك وحدك ديسيدي ما زدتش نولي باسكو قلت لك لي بلي مع جي ديسيدي ما زدتش نولي باسكو بعد واش شفت صحتي في اللعب وليت نشوف غير في ولادي والزوجه تاعي في الاهل تاعي وليت نشوف غير فيه باسكو علاه جي فرولي لا مور 18 11 طونسون جامي طلعت لي 18 11. واضح رزق الماء. ومن بعد الزوجه تاعي وصحابي والزملاء تاعي عاودوا مش عاودت وليت جي كوتشي الماتش تاع المالي سيتي الدرني ماتش مع المالي اللي درنا 2-2. بعد هذه التجربه رزقي بعد هذه التجربه لو التاريخ يعيد نفسه هل يعني تقبل بمهمه الاشراف على منتخب من الفئات السنيه الصغيره؟ باش نمثل بلادي افيك بليزير نمثل بلادي وجبي مشاكل ماشي بنفس المشاكل لا بدوتر لي كونديسيون تاعي. واضح رزق رمان. علاش انا درت ثقه في الناس رزق رمان دي كونديسيون واضح. شكرا باسكو علاش درت شكرا في بالي رزق رمان. باسكو درت في بالي هذا فريق وطني كيفاش راح يديروا له هكذا. واضح رزق رمان. اسمع لي نظر رزق رمان شكرا جزيلا لك. جيتي ان شوفو دو لا كاليفيكاسيون او مونديال. واضح رزق رمان. تفضل فريد. لنضع النقطه الى السطر فيما يخص تجربه رزق رمان. انا ما استشفيته من الحلقتين في هذا المسلسل الطويل العريض هو أن هناك فساد ممنهج وإخفاق مبرمج مع سبق الإصرار والترصد من قبل عملاء جزائريين والمحكوم عليه الجزائر. إلى موضوع آخر هنا. محرز يغيب عن جوائز الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 التي ستقام الحفل في مدينة مراكش بالمغرب. فريد محرز توج بالثلاثية مع مانشستر سيتي، يغيب عن وغير متواجد في قائمة أفضل لاعب. أعطينا صور يا أمين يا نجيب، أعطينا صور لترشيحات الاتحاد الإفريقي للعبة. أعطينا رأيك فريد، الوقت انتهى. أعطينا رأيك. فضيحة أخرى تضاف لفضائح هذا المكتب التنفيذي للكاف. البعض من الجزائريين الذين كانوا يتحدثون على مباراة الكاميرون وعلى الحكم قسامة أريد أن أسمع أصواتهم اليوم، ومحرز يضاف إلى مهزلة أخرى من مهازل الكرة الإفريقية. كيف لمحرز أن يغيب على هذا البوديوم؟ من المفروض أن هذه الكرة هي كرة محرز بدون أي منازع، يعني ليس هناك لاعب يقترب من محرز في اعتلاء هذه القمة. أي معايير اعتمدت عليها؟ ليست
هناك أي معايير سوى أن هناك مهازل وفضائح لعصابة تحكم الكرة الإفريقية. الذين كانوا يتحدثون، دعك من الإفريقيين يا عماد، أنا أتحدث عن الأشقاء الجزائريين الذين كانوا يتحدثون ويتحججون بأن إخفاق الجزائر في المرور إلى المونديال القطري كان بسبب أخطاء تقنية. أقول ماذا تعلقون على عدم تواجد محرز في هذه القائمة؟ وأوجه هذا الكلام للجزائريين الذين كانوا يتحدثون على ما حدث في تشاكر وما حدث مع قاسامة. اليوم قاسامة آخر بوجه آخر يظلم محرز. دعوكم من هذه هذه الافتراءات. اليوم محرز فاز بالثلاثية تماما مثل ما رفعها صلاح منذ سنوات عندما فاز بالثلاثية مع ليفربول. اليوم الكيد بمكيالين، لا نجد محرز ونجد مثلا حكيمي الذي يلعب في فريق على المستوى الأوروبي مغمور. البي اس جي أوروبيا ليس هناك أي تواجد للبي اس جي أوروبيا. مع ذلك نجد حكيمي، نجد صلاح مع المنتخب المصري غائب مع مصر ومع ليفربول. ومع ليفربول غائب تماما. يعني من المفروض أن يعطونا هذه المعايير التي يحتكمون إليها في ارتكاب هذه المجازر. هي مجزرة وفضيحة، لكن على الأقل حتى في المجازر وفي الفضائح هناك معايير لا إنسانية يحتكم إليها هؤلاء الجزرة. اليوم محرز هو أيضا يضاف إلى قائمة الفضائح التي نعانيها كجزائريين في هذه القارة التي ننتمي إليها، وهي سوداوية الطبوع وسوداوية الأحكام وسوداوية الشرع. ليس هناك أي شرع كروي في القارة الإفريقية. يجب أن نرفع أصواتنا عاليا، على الأقل أن نتفق نحن الجزائريين ولا نختلف فيما بيننا بأننا نعاني الظلم، لا أكثر ولا أقل. نصر بويش، اتحاد العاصمة يغيب عن جائزة أفضل فريق إفريقي في تواجد الوداد البيضاوي المغربي، سان داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري. الأهلي المصري فاز بدوري أبطال إفريقيا وهذا معلوم. الوداد وصل للنهائي ولم يفز. سان داونز علامة استفهام كبيرة. اتحاد العاصمة فائز بكأس الكونفدرالية. اتحاد العاصمة غائب اليوم عن الجوائز في مفاجأة أخرى للترشيحات. وشو يقول فريد؟ نظن انه مشكله الكاف انه الكاف الرجيك الى المنتخب الجزائري بصفه عامه والمنتخبات الجزائريه حتى في الفئات الصغرى ولا الفئات الكبرى ولا سبا نورمال. لما تشوف انت اتحاد العاصمه غير موجود اللي فاز بلقبين، لما تشوف رياض محرز من احسن اللاعبين في العالم ولا ربما نجم من نجوم افريقيا غير موجود، نظن انه لاكاف تو سامبلومون كيما قلت لك الرجيك للجزائر. واضح. هذه مرة أخرى لازم نخموا لها مليح. راهي منافسة والمنتخب كبيرة. الوطني مقبل على كأس أفريقيا. منافسة كبيرة راهي جاية، لازم نوجدوا روحنا كما ينبغي. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك نصر بوي، شكر موصول لكل